استحلفكم بالله اللي يشوف الفيديو ده يحط لايك، ويلا بقى نشوف الحمام بطريقه مية. يما حمامي سارح ويا حمام الواد علي، يما حمامي سارح ويا حمام الواد علي. يلا بسم الله. اول حاجه معايا الحمام لازم يكون متنضف ومغسول حلو قوي قوي بالملح والليمون شويه سكر ومتورق، يعني فاصلين الجلد عن اللحم عشان نعرف نحشيه. معايا طاسه او صينيه فيها شويه زيت، وانزل بالكبد والقوانص. لما تنشف هنزل بالتوابل اللي هي ايه بقى، قرفه، شويه من الكاري، شويه من الفلفل، نطره شطه بسيطه، والملح بتاعنا. هقلب الحاجات دي. لما تنشف هنزل بالبصل. البصل بقى عايزه كميه بصل محترمه عشان هي اللي بتدي طعم حلو قوي قوي للرز بتاعنا. شايفين؟ هنزل بقى بالرز وهقلبه تقلبتين 3 كده. انا مش هديله نص سوا ولا هزود له ميه خالص. الرز معايا منقوع، لكل حمامتين مج رز او كوبايه رز. هحشي بقى الحمام، واحنا بنحشيه يا جماعه ما نملاش رز قوي، البطن حوالي معلقه كده وخلاص، وما نكبسهاش. وكمان الرز اللي في جسم الحمامه ما يبقاش مكبوس قوي كده، مش عايزينه مكبوس علشان ياخد حقه في السوا ويزيد براحته، والحمامه ما تفرقعش منك. يعني مش شطاره منك ان انت تمليه رز على اساس ان هو يطلع كبير بقى وحجمه. لا لا يا جماعه، احنا فاهمين غلط. بصوا الرز مش مليان قوي، وبكتفه كده لورا. وطبعا قلت لكم لكل جوز حمام مج من الرز، يعني لكل حمامه نص كوبايه رز. بخلص الحمام بتاعي، وهطلب منكم طلب بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك حلو عشان غيركم يستفاد. طبعا الحمام حبيب الملايين، وعشان كده انا بحب اعمله كتير معاكم. وفي ميه حله فيها ميه مغليه هنزل بالحمام بتاعي. هنضيف لها بقى شويه ملح، ورق لورا، بصلايه، طماطمايه، زي ما انت تحبي البوكيه جرنيه بتاعك عشان الشوربه تطلع معاكي حلوه. طبعا دي كانت مقطوعه معايا، هلفها في ورق فويل واحطها في النار هتستوى، وهنشوف شكلها بعد ما استوت. هنا كان الحمام قعد معايا ساعه الا ربع. مجرد ما بيغلي بهد عليه النار ووارب الحله علشان الغليان بتاعه يا جماعه، وطلوع ونزول الحمامه في الميه بيخليه تفرقع لان جلده رقيق جدا. دي الحمامه اللي كانت مخرومه معايا او مقطوعه، بصوا في ورقه الفويل، ولا صابها اي حاجه. دي بقى لو كانت محطوطه بره كنت هتلاقي الرقبه دي طايره خالص. تمام. عشان احمر الحمام بقى معايا شويه لبن ونطره ملح وفلفل عليهم. هقلب طبعا الحمام في شويه اللبن اللي احنا قلنا عليهم، واحطه في صينيه او طاسه فيها زيت على سمنه او زيت بس، ويتحمر